بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، اهلي وناسي، شرفني يا زمالك. ايه المباراة دي؟ انا جاي اتكلم معاكم عن مباراة الزمالك وبلدية المحلة. انا قلت يا جماعة الزمالك قبل ما المباراة تبدأ، قلت بلدية المحلة عنده حافز انه عايز يستمر، عايز يكمل في الدوري. قلت ان احمد شكري المدرب بتاعهم لا هيبقى متفرج على مباراة طلائع الجيش كويس جدا، وهيبقى فاهم مشكله الزمالك فين. الزمالك طالع من الاسماعيلي والداخليه وطلائع الجيش، الزمالك عنده لعبكه. وقلت لمجلس اداره الزمالك لازم تعمل حافز، لازم تعمل حافز لجوميز، لازم تعمل حافز للعيبه. يا جماعه افهموا، الكوره من غير حافز مش هيبقى فيه اداء. ايه اللي الزمالك عامله؟ الزمالك ملوش طعم، الزمالك عامل زي الطبخه اللي من غير ملح، الطبخه اللي ناقصه كل حاجه، مش ناقصه الملح بس. ما عملش حاجه. الشوط الاول البلديه ممكن تطلع واحد واثنين وعادي خالص، يعني في الاخر ممكن نقول انه بلديه ضيع فوز من الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن الزمالك بيتحسن بنزول طب طالما انت عارف ان بنزول عبد الله السعيد وناصر ماهر الدنيا ممكن تظبط شويه معاك، طيب ما تبدا بيهم، ما تبدا بيهم يا جوميز. ابدا، اكسب، اتقدم واحد، اتقدم اتنين، بدل طعم. ما احنا قلنا شباب بس، في وضع الزمالك سيء، بوضع مدرب هو مش عارف هو عايز ايه من المباراه. هو مش عارف المباراه بالنسبه له، هو مش هو شايف. سيبك من ان هو يقول احنا هناخد دوري ولا ما ناخدش دوري، القصه انه مش لاقي حافز. جيت قلت يا مجلس اداره الزمالك اقعدوا مع جوميز، اقعدوا مع اللعيبه، حددوا هدف، ادوهم مكافآت. هتقولي لي مكافآت على ايه وهم خدوا دوري ولا خدوا لا، ادوا مكافآت عشان يبقى فيه طعم. ترجع مدرسه الفن والهندسه للزمالك. ليه الجمهور يكون هيجي له سكته قلبيه وضغط؟ ليه الجمهور قاعد يشجع وهو تعبان؟ ده الجمهور اللي كان في الملعب انا حسيت انه خلاص سكت بقى، هو كمان من غير طعم. فين جمهور الزمالك اللي طول ال 90 دقيقة كان بيشجع؟ بس هو مش شايف، يعني هو مش شايف انه مهما يشجع. انا قلت المدافعين بتوع الزمالك عندهم مشكلة، في مشكلة كبيرة. بيلعب قصاد مين؟ قصاد بلدية المحلة، مع احترامي البلدية والاسماعيلي والطلع. فين الهجوم القوي اللي نازل؟ ما عندك بيراميدز اهو بيلعب في مباراة في الكاس، لسه طالع من مباراة الاهلي، لا عارف هو عايز ايه، وعايز البطولة الثانية يحافظ عليها، وعنده حافز للعيبة. ما تعمل حافز يا مجلس إدارة الجميز، قول له فاضل لك خمس ست مباريات، احنا عايزين ال 15 بونت، عايزين ال 18 بونت. تاخد الدوري بقى ما تاخدش دوري، لا احنا عايزين دول. تغير في اللعيبه، تعمل روتيشن، بس عايزين ده. الزمالك ملوش طعم. الزمالك حتى لو الزمالك جت كوره، شاط الكوره ودخل الجون خلاص وكسب، لكن هيفضل لازم يبقى فاهم ان الزمالك فيه مشكله كبيره، في مشكله في اختيارات اللعيبه. الزمالك هيواجه مشكله. الزمالك لو ما بيعدلش السكواد بتاعه مع اللعيبه، لا الزمالك يعني في مشاكل كتير في الدفاع. المدافعين ده فين؟ المدافعين ده مدافعين يعني المفروض انك بتجربهم عشان تشوف مستواهم، لكن ده بيلعبوا قصاد يعني البلديه اللي خسرانه حوالي 18 ماتش من المباريات اللي لعبتها. معنى كده ان عندها مشكله دفاع ومشكله في الهجوم. ده يمكن ما تعادلش غير قصاد انبي والزمالك. يعني بقت القصه في الزمالك صعبه. الزمالك عنده مشكله. كنا بنقول وقلت انه مشكله الزمالك ان عبد الله السعيد بينزل ياخد احسن لاعب في مباراتين ورا بعض، دي مشكله، وبينزل تلت ساعه. هو خلاص اقتنع ان عبد الله السعيد ينزل يعمل يسوي. لا القصه مش بكده. القصه مش ده الامور اللي تمشي. عندك ناصر عبد الله سعيد، العب بيهم، سيبهم، سيب الدنيا تبقى تقيله في الملعب، سيب الملعب تقيل، سيب الولاد يطمنوا ان النتيجه بقت 1-0 2-0، فيبقى الناشئين قادرين يلعبوا. عايز تنزل سيف فاروق جعفر، نزل سيف فاروق جعفر، بس سيب نيمار، نزل سيف في مكانه، نزله في نص الملعب، خلي الزمالك يمتلك المباراه، خلي الزمالك يقدر يبقى عنده هدف يحقق. انا ما شفتش ده للزمالك. الزمالك عنده مشاكل في كل حاجه. المشاكل ده لو الزمالك محلش واقف القيد، ده هيبقى في كارثه على الزمالك. يعني انت يا جوميز عارف ان زيزو خلاص، بس مجلس الاداره تمام معاه وحب مصر وان يودي زيزو، بس ما توصلش للعيبه انك وانت بتوافق ان زيزو يمشي، والاهلي ما كانش بيوافق على ان اللعيبه ان هي تروح المنتخب الاولمبي، ان ما عندكش حاجه. لا ودي زيزو وخلي اللعيبه عندها حافز، وخلي اللعيبه تثبت ان الزمالك يقف على رجليه بوجود زيزو وعدم وجوده. لكن ما فيش حاجه بتتعمل. الزمالك جمهوره